اوكي، واحدة من اكتر الحاجات المتخلفة اللي انت ممكن تبقى فاكرها في حياتك هي ان الثانوية العامة هي نهاية المطاف، اللي هو لو انا ما جبتش مجموع طب او هندسة خلاص انا حياتي انتهت والمجتمع هيبصلي بدونية واصبحت شخص فاشل او حقير. الحقيقة يا اخ الاسلام ان في زماننا الحالي ده بالذات الثانوية العامة ملهاش نفس الاهمية اللي انت متخيلها، او على الاقل نفس الاهمية اللي كانت في الجيل اللي فات، جيل والدي ووالدك على سبيل المثال. انت لما تدخل طب او هندسة هل انت متخيل ان انت كده خلاص اصبحت شخص ناجح؟ هل انت متخيل ان انت خلاص كده ضمنت مستقبلك؟ الحقيقة ان انت لو بقيت دكتور هيطلع عينك حرفيا، مذاكرة سنين طويلة جدا، بعدها امتياز وشغل وتعب، وفي الاخر هتبدأ من اول السلم زيك زي اي حد. هل انت عارف طبيعة شغل الدكاترة في المستشفيات عاملة ازاي وقد ايه هي متعبة جسديا ونفسيا؟ هل انت عارف ان الدكاترة واللي بالذات لسه متخرجين بيطلع عينهم حرفيا وممكن يقعدوا بالساعات وبالايام يباتوا في المستشفى من غير ما يروحوا حرفيا؟ لو انت حبيت تعمل معادلة وتسافر وتسيب البلد، هل انت عارف تكلفة الموضوع ده قد ايه؟ اقل حاجة حاليا 10,000 دولار، اللي هو نص مليون جنيه، مبلغ كبير جدا على الاقل لمعظم الناس. ولو حبيت تفتح عيادة او صيدلية، انت عارف تكلفة الموضوع ده هتبقى كام؟ فانت اصلا عبل ما تبدأ تجني ثمار الزرعة اللي زرعتها لما قررت تدخل كلية طب هيكون عندك 35 او 40 سنة. هل انت فعلا حابب تمشي في المسار ده ولا هو مجرد ضغط اجتماعي وخلاص؟ كلية هندسة بقى في الناحية التانية، انا عايزك تبص كام واحد بيتخرج سنويا من كلية هندسة. هل الناس دي كلها بتشتغل؟ الحقيقة ان ايوه معظمهم بيشتغلوا، بس مش عشان هو مجرد خريج كلية هندسة. في منهم ناس عندها واسطة ساعدتهم ان هم يلاقوا شغل، في ناس تانية خدوا كورسات واشتغلوا على نفسهم وعملوا مشاريع حقيقية وقعدوا يقدموا لغاية ما اتقبلوا في شغل. فالموضوع ليه علاقة بالمنتاليتي، وانت بتعرف تعمل ايه ومهاراتك ايه وهتقدم ايه للشغل، مش مجرد ان انا خريج من كلية كذا يبقى انا خلاص ضمنت مستقبلي وضمنت شغل. لان دلوقتي عدد الناس بقى اكتر وعدد الخريجين بقوا اكتر من زمان جدا، فعشان يكون ليك مكان يا اخ الاسلام لازم يكون عندك مهارات وقيمة حقيقية، مش مجرد انك خريج طب او هندسة، وده في اي مجال. على سبيل المثال اخوك كان طالب فاشل في الثانوية العامة وجبت 62%، كان عندي الامكانية ودخلت خاص او كريدتس كلية حاسبات ومعلومات. لو انا اكتفيت بالكلية او بالشهادة بس غالبا مش هتعمل فرق كبير، هي مجرد ميزة اضافية بتميزني عن الشخص اللي ما دخلش الكلية. واسأل اي حد بيفهم في اي مجال هيقول لك نفس الكلام. تخيل معايا ان انا رحت اقدم في شغل ومعيش غير بس الشهادة، وواحد تاني ما دخلش كلية حاسبات لكن اشتغل على نفسه وعمل مشاريع وخد كورسات وهيقدم فعلا قيمة حقيقية. انت لو انت صاحب شركة هتعين مين؟ فبعد ما تمتحن يا اخويا او يا اختي والنتيجة تظهر، ولو دخلت كلية مش من الناس بيسموها كليات قمة، عايزك تفكك وش وما تزعلش تماما. انت حرفيا قدامك 4 سنين لو استغلتهم صح انك تتعلم مهارات او تفتح مشروع او انك تشتغل على نفسك، هتخلص وهتبقى في حتة تانية تماما. على سبيل المثال لو خلال ال4 سنين دول اشتغلت على لغة زي الانجليزي او الالماني او الهولندي، تطلع تشتغل بمرتب ما يحلمش بيه الدكتور. انا عارف ان جزء كبير من سعيك انك تجيب مجموع في الثانوية العامة هو اهلك، انك مش عايز تخذلهم، لكن صدقني يا اخويا اهلك هيبقوا مبسوطين اكتر لما تبقى شخص ناجح فعلا وبتعمل فلوس، مش مجرد ان اسمك الدكتور فلان او الباشمهندس علان. وبعدين تعال نفكر كده في الموضوع من زاوية تانية، هل ينفع كل الناس تدخل طب وهندسة؟ لو كل الناس بقوا مهندسين ودكاترة، مين هيبقى مدرس يعلم الأجيال الجاية؟ مين هيبقى محاسب؟ مين هيبقى فني؟ مين هيبقى مبرمج؟ مين هيبقى ومين هيبقى ومين هيبقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يا صاحبي خلق الناس بقدرات وميول مختلفة، وخلى في مهن وشغل كتير جدا، كل مهنة ليها دور مهم جدا في قيام المجتمع، وده من حكمته سبحانه وتعالى في توزيع الأرزاق وتوزيع الأدوار بين الناس. فعشان كده ما تبصش للموضوع يا إما طب يا إما هندسة يا إما هبقى بني آدم فاشل. الموضوع أكبر من كده بكتير. صدقني أنت ممكن تدخل كلية عادية جدا من اللي الناس بيقولوا عليها مش كلية قمة، تشتغل على نفسك وتاخد كورسات وتبقى راجل فعلا بتقدم قيمة، وهتبقى أنجح من أحسن دكتور وأحسن مهندس. فأنا عايزك ترتقي بدماغك وبتفكيرك عن ضغط المجتمع وضغط الأهل، وتفكر في حكمته سبحانه وتعالى توزيع الأدوار بين الناس، وإن الكل واحد يبقى ليه سكته في الحياة. وتعالى بقى ناخد الموضوع من وجهة نظر دينية شوية. أنا عايز أفكرك يا صديقي إن اللي
بيرزقنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، مش المجموع اللي احنا بنجيبه في الثانوية العامة ولا الكلية اللي احنا بندخلها. للأسف الفكرة اللي عند معظمنا نتيجة ضغط المجتمع وضغط الأهل والأسرة، إن هو لو أنا ما دخلتش الكلية الفلانية أو الكلية العلانية هيبقى صعب إن أنا ألاقي شغل. صدقني أنت بالفكرة دي بتعمل مصيبة مع ربنا، لأنك بالشكل ده بتحصر أسباب الرزق في طريق أو طريقين، كأن ربنا مش هيقدر يرزقك إلا لو أنت دخلت طب أو هندسة مثلا. افتكر قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الرزاق سبحانه وتعالى يا صديقي حي لا يموت، انت بس عليك السعي والأخذ بالأسباب وإنك تضرب في الأرض، وسبحانه وتعالى عادل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأنت يا أخ الإسلام اسعى وتوكل على الله وخلي عندك حسن ظن بيه. طالما انت بتسعى ربنا هيخذلك ليه يا ابني؟ ده ربك وسيدك ومولاك، وأحن عليك من أي حد، أحن عليك حتى من والدك ومن والدتك. فإحنا لما نتعامل معاه سبحانه في حتة الرزق دي عايزين يكون عندنا حسن ظن وأدب في التعامل معاه. ربنا بيقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأنت يا صديقي هتظن بربك إيه؟ هتظن بيه خير هيبقى ليك الخير بإذن الله. وانا مش عايز حد يفهم كلامي غلط اكني بقول ما تذاكروش في الثانويه العامه، بالعكس لو انت شايف نفسك دكتور او مهندس ومستعد تمشي في التراك ده او مستعد تمشي في المسار ده يعني يا هلا. وانا عايز افكرك بفلسفتنا كمسلمين احنا في الحياه، وهي ان الدنيا دي كلها ولا شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان بيمر ببعض الصحابه كانوا بيزينوا ويصلحوا بيت ليهم، فسالهم صلى الله عليه وسلم: انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له يعني فيما معناه ان احنا بنصلح البيت وبنزينه وبنظبطه يعني. عارفين قال لهم ايه؟ قال لهم جملة غريبة جدا: الامر اسرع من ذلك. الموضوع اسرع من كده بكتير. انت ممكن يا اخويا او يا اختي تكون منشغل جدا بالدنيا وقلقان عليها وبتجري وراها، بس الموت او حتى حياتك دي كلها اسرع من كده بكتير. الثانوية العامة هي مجرد شيء في الدنيا، فمحدش يطول امله في اي حاجة في الدنيا وينسى اخرته. ودي مش دعوة تماما للتكاسل، بل هي دعوة لاننا نفتكر حجم الدنيا الحقيقي ونفتكر حجم مشاكلها الفعلي. فانت اهدى كده وافتكر حديث حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي ومال الدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والسلام.